السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما ابدأ الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه. انا النهارده جبت بطاطا، بس بطاطا بيضة، مش اللي هي الصفرة او الحمرة. احنا عندنا في الصعيد نقول عليها البطاطا الصفرا، نقول عليها دي حمرا. بس لكن يعني يمكن كل بلد غير التانية. بس انا ما لقيتش البطاطا البيضة. وبصوا انا بحب خالص البطاطا البيضة، لكن لما بيكون موجود والله بشتري من دي ومن دي، لان انا عندي ولادي في منهم اللي بيحب البيضة وفي منهم اللي بيحب البطاطا اللي هي الحمرا دي. فانا جبت ما لقيتش الا البطاطا البيضة. بصوا بقى، انا البطاطا بجيبها يعني املى الحله دي الحله الكبيره خالص دي اللي لما بيبقى فيه فرح ولا حاجه كده بنبقى بنعمل فيها رز، بنعمل فيها خضار. انا يعني مليتها وبنجع البطاطا في الميه، وبعد كده هاتي عندي لفتين عاملاهم للبطاطا، او الليفه اروح اغسل بيها بعد ما انجعها بتاع نص ساعه، لان بتبقى جايه من الارض مليانه طين. بعد كده اروح مصفيه الميه منها ونقعها وغسلها بالليفه الاولانيه بس. اللي بعد كده هواطي اشطفها مرتين 3 وانجعها تاني في ميه، وبعد كده هواطي اغسلها مره تاني بالليفه دي الليفه التانيه ديتي ما بتبقاش موسخه قوي، لان هي بتبقى يعني خلاص الليفه الاولانيه بتبقى اخدت الطينه بتاعت البطاطا وكل حاجه. اما دياتي لما بغسل البطاطا المره التانية بتبقى يعني ايه، بصوا بتبقى خلاص بدأ بقى الطينه بتاعتها، شايفين الميه بتاعتها بدأت تنضف، مش نطفت 100%. لا كمان انا اي حته في البطاطا، الحته اللي من الناحيه دي او من الناحيه دياتي، اي حته في البطاطا بحس ان هي موسخه ولا مش عاجباني، بالسكينه على طول وبشيلها اهو، شايفين بالسكينه واشيلها. دي بطاطا بقى انا جايباها البيضه دي، لا هي ان هي تخينه خالص ولا اللي هي رفيعه خالص، لان انا هشويها مش هسلقها. لا انا هغسلها وبعد كده واصفيها شويه ومن الميه يعني لما تنشف، وهحطها في الفرن كده انا خلصت. هي النهارده انا جبت البطاطا الكيلو ب4 جنيه. بصوا بقى، انا طلعت على السفره حطيت فوطه نظيفه، واديني ايه هفرد البطاطا عليها. هفرد البطاطا بس علشان خاطر الميه اللي فيها تنشف، يعني يفضل ان البطاطا تجيبيها تسيبيها لما الميه اللي فيها تنشف ساعه ولا حاجه، يا اما تسيبيها تاني يوم. عارفين لما البطاطا بتبيت بتبقى احلى. طيب لو انت اشتريتي بطاطا ولقيتيها ان هي من الارض والطينه بتاعتها حتى يعني ايه تحس ان الطينه بتاعتها لينه شويه، لا دي بقى استني عليها يومين لما تحس ان هي نشفت. اللي البطاطا لما بيبقى بميتها بتبقى مش حلوه. بصوا بقى، انا عمالين يقولوا لي عايزين كوكيز، فانا قلت لهم ماشي، انا النهارده هعمله لكم. انا النهارده هعمله بس الكوكيز اللي هو ايه الاقتصادي، اللي هو من غير اللي هو عارفين الكوكيز اللي بنشتريه من بتاع الفرن، فرن العيش الفينو. هي طريقته ديتي. طبعا الكوكيز مش زي الكوكيز اللي بنشتريه من المحلات الكبيره زي مثلا في القاهره العبد ولا الابوار ولا الحاجات دي، لا احنا واطي. هو الكوكيز برضو ده واطي. انا الاضافه اللي انا عاملاها كوكيز الافران يا جماعه، مش كوكيز المحلات الكبيره. انا حطيت معلقتين زبده بدرجه حراره الغرفه، حطيت نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر بودر، بس المج ده كبير فيعني حطيت مج الا ربع. دول كوبايه ونص دقيق، بيضه، دول معلقه نشا، بس معلقه نشا صغيره، كانوا اخر شويه في البرطمان. 2 فانيليا، ومعلقتين كبار كاكاو خام، وكيس بيكنج باودر، بس هاخد نص بس. زي ما قلت لكم بتوع الافران الفرن يعني ما بيحطش زبده خالص فيه، بيعملها بزيت بس.
بس انا الصراحه رحت قلت لا، انا يعني هقول لكم على المعلومه دي، بس هحط معلقه الزبده ديتي علشان بس تطعمهولي للطعم يعني مش الاكتر. بس انا حطيت لكن بتاع الفرن بيحط نص كوبايه الزيت بس، وبيحط ايه السكر، نص كوبايه السكر، وبيضربهم كويس مع بعض. انا هفضل اضرب فيهم لحد ما لونهم كده ايه يفتح شويه. وكمان السكر لما بتحطيه بودر بيبقى يعني سهل عليك ان انتي يدوب اكتر يعني. وزي ما قلت لك خلي الزبده بدرجه حراره الغرفه. بس يعني هو سهل وبسيط كده لكن انت لو هتعمليه زي الافران الكبيره يبقى بقى ما تحطيش فيه زيت خالص، بتبقى كلها زبده. انا جبت الاسباتولا ديتي وحاولت ان انا ايه الم شايفين بلم ايه، بلم الزبدة مع الزيت اقصد مع السكر مع معلقة الزبدة اللي احنا حاطينها برضو. وبرضو هرجع اخفق شوية بالمضرب الكهرباء. عايزة اقول لكم على حاجة انتوا ممكن تعمليه بايدك، يعني ممكن بالمضرب السلك اليدوي وتفضلي تخفقي تخفقي، بس هياخد منك شوية مجهود لكن عادي ينفع. اضربيهم كويس بحيث ان هم لونه يبقى فاتح شوية كده. طبعا وكمان انت لما الزبدة تكوني حاطة زبدة صفرة هيبقى لونها اصفر شوية. لكن لو زبدة بيضة هتلاقيها لونها فتح خالص بقى، لكن هتحس بفرق برضو. حلو لللانش بوكس. حلو اللي كمان انا بالنسبة عندي برضو ولادي الكبار بيروحوا الدروس، ف فعادي يعني ممكن مثلا اديها تاخدي 2 معاكي كده اهو، يعني كام واحدة على حسب ما هي تاخد. بس بصوا المقدار اللي انا عملته ده ما كانش كتير يعني انا هتشوفوا ايه اللي حصل فيه. بصوا بقى انا كسرت البيضة اهي، شايفين اللون بتاعهم، فضلت اضرب فيهم لحد ما اللون فتح ازاي. هضيف الاتنين فانيليا، 2 فانيليا او ورقتين فانيليا. هضيف معلقة صغنونة كده خل. بيض، اي حاجة بيبقى فيها بيض بيبقى فيها افضل، يعني تحطي معاها برضو معلقة صغيرة خل كده بتبقى بتفرق والله يا جماعة بتفرق صح. بس هفضل اقلب برضو شوية بحيث ادوب البيضة ترب معايا كده تدخل في المكونات. بدل عارفين انا مرة عملتها عملته برضو في الخلاط نفع عادي. احنا بصي كل حاجة بنجربها يعني. المهم ان انا عايزة ايه البيضة تترب مع كله كده يبقى مع الزبدة والسمن مع الفانيليا مع ملعقة الخل والسكر كله كده ايه يبقى متجانس مع بعضيه. بس فهو حلو يعني. بصوا هو كله بيحبه اطفال وكبار. وكوباية القهوة مع 2 كده بتاخديهم برضو بيبقوا حلوين. النسكافيه يعني بحبش، بصوا انا يعني بحبش ولادي لو هيشربوا قهوة او هم بيشربوش قهوة بيشربوا نسكافيه. بصوا انا ضفت الكاكاو. يا جماعة يا ريت الكاكاو يكون منخول. ضفت الكاكاو عليه، الكاكاو الخام. بصوا انا خدت نص كوباية شلتها على جنب، يعني دول كنت حطاهم كوباية ونص دقيق، خدت نص كوباية شلتها على جنب وحطيت. هم ما كانوش ابدا يعني هم كانوا اقل من معلقة نشا، وانا ما كانش عندي تاني يعني نشا. بس فانا حطيتهم. بصوا ادي الباكنج باودر
حطيت عليهم، يبقى كده خدت نص كوبايه من الدقيق، يعني اللي في الطبق حطيت ذره ملح اهو، يعني اللي في الطبق ده كوبايه واحده دقيق، معلقه نشا اهو، نص كوبايه بقول لكم اهي، معلقه نشا، نص كيس او معلقه بيكنج باودر، وكمان ذره الملح. هقلب بقى. انت ممكن في الخطوه دي تقلبي بايدك، بس الافضل ان انت تقلبي بالاسباتولا. ليه؟ ان العجينه دي الكوكيز دلوقتي هيلزق معاكي، شايفين الاسباتولا هيلزق فيها ايه؟ الاسباتولا هيلزق فيها الدقيق يعني، شايفين؟ فالافضل انا هفضل اقلب وازود من نص كوبايه الدقيق اللي احنا شايلينها على جنب، هفضل ازود فيها شويه شويه لحد ما، شايفين لازقه ازاي؟ انا عايزه اقلب بعد كده بالاسباتولا تبقى بصوا ما تلزقش فيها خالص. طيب انت هتعجنيها بايدك تمام مفيش مشاكل، اعجنيها بايدك تفضلي لحد ما تحسي ان ماسكاها في ايدك مفيش ما لزقتش، يعني مش لازقه في ايدك اهو، شايفين؟ لسه برضو بتلزق، لسه بتلزق شويه، هضيف شويه تاني من كل ده. بصوا يعني بضيف كده معلقه معلقه من الدقيق لحد ما احس ان خلاص، لان هي ممكن ما تاخدش نص كوبايه كلها، وممكن كمان تعوز كمان شويه دقيق على النص كوبايه اللي احنا عاينينهم يعني اهو. شايفين بدأت ايه الاسباتولا تنضف؟ بس لا برضو انا هكمل، لان انا عايزه الاسباتولا تبقى نظيفه، يعني ما تبقاش ملزق فيها حاجه اهو. شايفين؟ انتوا ممكن بقى ايه، تستغنوا عن معلقتين الكاكاو، استغنوا عن معلقتين الكاكاو وخلوها بس ايه، تبقى بيضة يعني مش بالشوكولاتة اهو. شايفين الاسباتولا هي كل ما بتروح بتنضف معايا، كل ما بتروح ايه ما بتلزقش فيها. برضه هاخد بقيت يعني، بصوا انا خدت الكوبايه ونص فعلا ما خليتش فيها دقيق، يبقى هي المقدار ده اخد كوبايه ونص بالظبط دقيق، شايفين؟ بس كده تمام. فانت لو عايزاه يبقى الكوكيز لونه ابيض شايفين العجينه كانت في الاول بتلزق كلها في الاسباتولا اهو، شايفين؟ كده تمام. لو عايزينها ابيض استغنوا عن الكاكاو، خلوا كل المكونات بس حشوا بصوا بقى دول شويه شوكولا الشيبس كده اهو، هضيفهم. بلخبص دي اختياريه، عايزه تضيفيهم تمام، مش عايزه تضيفيهم خلاص استغنى عنها اهو. شايفه بقولك مش بيتلزق زي الفل، العجينه ناشفه خالص الحمد لله. هتفضلي كده تدخلي فيهم الشوكولا الشيبس كده اهو لحد ما تحس ان هما دخل جوان كده. طب بصوا من هنضف انا بقى الدنيا دي من اسباب عشان تنجح معاكي. اديكي خلصتي، حطها في التلاجة نص ساعة ربع ساعة، المهم لا مش اقل من ربع ساعة ابدا. بصي هي زي الفل، بس سيبيها تريح كده ربع ساعة بس. انا سبتها تريح، قطعت الشوكولاتة، يعني كان عندي شوية مواعين في الحوض غسلتهم وقطعت الشوكولاتة ورحت ايه وكل ده سايباها، وكل ده انا سايباها تريح العجينة. بصوا بقى الكوكيز خلوه ما تخلوش قريب من بعضه، لا خلي فيه مسافة بين الواحدة والواحدة في الصينية، دي حاجة لان هو بيسيح شوية. كمان انتي لو عايزاه كبير هتعملي التقطيعة بتاعته كبيرة
عايزاها صغيرة هتعمل التقطيعة بتاعته ايه صغيرة. هنا تحسوا ان الاضاءة بتاعتها غمقت جوه. بس المهم ان انا عايزه اقول لكم ايه، السكر بتاعه كان مظبوط، يعني المقدار ده على نص كوبايه سكر مظبوط جدا، يعني مش عادمه ومش اللي هي محليه اوفر كده، لا هتلاقيها كده لذيذه يعني. بصوا طبعا هو كان طعمه اطعم شويه من بتاع الفرن لان انا ضفت له زبده. عارفين ان حته الزبده دي بتخليه بالطعم خالص، لما بتعمليه بزبده خالص بيبقى احلى واحلى. بس انا النهارده كان غرضي ان انا ايه، اعمل الكوكيز الاقتصادي اللي هو ايه بتاع الفرن اللي بنشتريه من الفرن. بيعملوه بزيت، مش بيضيفوله زبده خالص، بيعملوه بزيت، ومش بيضيفوله شوكولاته شيبس في نصه، يعني بيضيفوا الشوكولاته شيبس من فوق بس. لكن احنا ضفنا له برضو معلقه زبده تطعم. انا عايزاها رفيوعه صغنطوطه، انا عايزاها تكون صغنطوطه. عايزه تعمليها اكبر من كده اعمل التقطيعه بتاعتها القطعه بتاعتها كده اهو كرة اكبر من كده، لكن انا عايزاه صغير. اما يعني انا ممكن ادي لولادي المصاريفهم يروحوا المدرسه يجيبوا اندومي بياكلوه. بصوا بياكلوه كده ناشف، يعني مش في المدرسه كده بنحبهم فيه. فبطلت بقى، رحت منحت عنهم المصاريف وقلت لهم لا مش هديكم في المصاريف. لما فالمهم ان هم وعدوني ان مش هيجيبوا اندومي تاني، فبدأوا يجيبوا كوكيز من المخبز. ماشي خلاص تمام، ايوه هاتوا، صحي ومفهوش مشاكل. بس لكن انا بقى لما جابوه كام يوم ورا بعض قلت لهم طب انا هعمل لكم في البيت، وفعلا عملت لهم. انا عملت طلع الصينيه الكبيره والصينيه الصغيره، بس زي ما قلت لكم احنا مش ماليين الصواني، مش ملزقين الكوكيز في بعضه، كله بين كل واحده واحده. بصوا بقى، انا مسكت بايدي شويه شوكولاته الشيبس وجيت احطهم على وش الكوكيز واضغط، بيجوا يقعوا مني في الصينيه والله زي ما بقولكم يقعوا مني في الصينيه واقعد المهم واحطهم تاني بس لقيت ان الموضوع يعني لا ايه ده. فبصوا هشوفوا عملت ايه بقى، وكده اسهل يعني لما عملتها ده اوريكم. اهو شايفين انا بحط الشوكولاته الشيبس على الكوكيز. العجينه حلوه جدا معايا، ما مش ناشفه، مش متشججه من بعضيها، لا العجينه ما شاء الله ممتازه. بعد ما دقناها لقيناها، بعد ما دقتها لقيت ان هو السكر بتاعه كمان كويس قوي، يعني مش السكر بتاع اللي هو ايه مسكر كده يخليكي من كتر حلاوته كده نفسك تبقى، لا سكره كان مظبوط خالص. جربيها بنفس الطريقة، نفس المقادير، هتنجح معاك ان شاء الله. يعني بص والله ما اخدش حاجة، هو سهل جدا على فكرة، وديكم شايفين يعني مقاديره سهلة يعني. بصوا انا الصراحة كان عندي الشوكولاته الشيبس، وكان عندي الشوكولاتة سما، كان عندي تلات مكعبات كده اهو. كان الشوكولاتة سما كان باقيين عندي من الطلبات اللي كنت جايباها ساعة تورتة عيد ميلاد بنتي. يعني اعتبر مشيش. بصوا انا كنت جربت اخلص اهو، انا جبت مسكتها اهي. بصوا دي اسهل بقى، اسهل من اللي انا كنت عاملاه اهو.
فانتوا خليكم بقى كده، اعملوها كده اسهل لكم. مسكت الواحدة كده وجيت انزلها في الطبق بتاع الشوكولات شيبس اهو شايفين، واملى الوش بتاعها. اعمل كده واملى الوش بتاعها. الشوكولاته دول اللي كانوا 3 مكعبات سما اللي كانوا عندي، انا قطعتهم كده بالسكينه قطع يعني مش كبيره، يعني قطع صغيره، وهحط برضو على وش الكوكيز. حطيتها في الفرن على الشبكه، في الفرن على الشبكه اهو. بصوا انا كنت حطيت بقى الشوكولاته دول اللي هم بصوا، وانا بقطع الشوكولاته كان في طبعا حته الشوكولاته فتفتت مني شويه، فهم دول عماطي. فبرضو عملتهم زي ايه، عملتهم برضو نفس زي الشوكولاته الشيبس، مسكتهم كده في الطبق ونزلت بيهم كده اهو شايفين. انا كده هماطي، هما كل المقدار طلع دول هماطي. حطيتهم زي ما قلت لكم على الشبكه بتاعت الفرن ان شاء الله. حطيتهم على شبكه الفرن بس وطابوا يعني. بوريكم التطيب بتاعهم. بصي من جوه، شايفين الشوكولاته شيبس اللي من جوه كان طعم مديله طعم حلو. بصوا ده كان سخن لدرجه ان انا كنت بصوا بطلع بالمعلقه. ليه؟ لان انا عارفه ان هم هياكلوه يعني مش هيسيبوهم، فكنت عايزه ان انا يعني بصي اقدم وبعد كده هم ياكلوا عادي براحتهم. كان سخن وبيلسع شويه لما فيه زبده وفيه سمن كتير وكده، انه انا مش قادره امسكه. بص دي كانت عجباني خالص، اكتر واحده كانت عجباني التطيب بتاعها من ورا. دي بصوا اللي فيها القطع الكبيره، الشوكولاته الكبيره. بحاول ان انا اطلعهم وارصهم معاكم في طبق التقديم. بس هو البطاطا في الفرن خلي بالكم، البطاطا بقى كنت حطيتها في الفرن يعني بعد ما سبتها كده حوالي نص ساعة، يعني بعد ما عملت الكوكيز وكده وشغلت الفرن حطيت برضو البطاطا مع الكوكيز. انا مش بسلقها البطاطا، بغسلها زي ما وريتكم كده واسيبها لما تنشف. لو انا مش مستعجل عليها وهم مش عايزين ياكلوا منها النهارده، انا بفضل اسيبها لتاني يوم اهو. بصوا بفتح الكوكيز معاكم، خلي بالكم انا بفتح بس مش قادره امسك الجو لان هي كانت سخنه في الوقت ده. بس هو اختراع، يعني اختراع جميل الكوكيز وسهل جدا. انا مش عارفه يعني هو مش مفيهوش غلبه، سهل سهل يعني. انت ممكن تصغريه تبططيه شويه يبقى ارفع من كده اهو. بس فانت ممكن تصغريه شويه، تبططيه، اقصد تبططيه شويه خلاص هيبقى زي الفل. بصوا بقى انا ده الطبق ما شاء الله يعني اتاكل. انا خليت شويه دول بالعافيه، يعني قلت لهم اخلص تصوير وكملوه. بصوا دي كانت عجباني خالص الكوكيزايه ديت، مش عارفه ليه رايحه جايه ماسكاها في
اهو بصوا، كان ريحته فظيعة، ريحته كانت خطيرة، كانت ريحته جايبة لاخر الدنيا الصراحة، من على السلم وكنا شامين الريحة الصراحة. وريحة البطاطا يعني كان من ده وده، بالذات البطاطا يعني بتبقى ضاربة على كل حاجة. اهو بصوا البطاطا بفتحها بس برضو هي كانت سخنة. اهو بصوا، شايفين بقولكم، شايفين منزلة العسل بتاعها، كانت معسلة كده، منزلة السكر بتاعها والعسل بتاعها، وهي شايفين البطاطا دي لما تفتحها وتاكليها تلاقيها يا لهوي على السكر اللي فيها، السكر كده من عند ربنا كده، سخنة خالص. شايفين البخار بتاع البطاطا طالع ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك في القناة. السلام عليكم.